السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب العالمين. أنا الليلة إن شاء الله هعمل الملح بتاع التقلية. حطيت الزيت في النار، وعندي هنا ده أصلا فرايد أونيونز اللي هو بصل محمر جاهز ناشف. هضيفه بس ياخد بس يعني حاجة بسيطة جدا في النار، عشان بس ياخد اللون والريحة يعني تكون أقوى شوية. كده بس كفاه. هقوم اضيف له المويه. طيب هنا انا ضفت الثوم والكزبرة اللي هي البهارات اللي هي الكزبرة والقرفة والهبهان كلها مسحونين، وضفت برضو الصلصة زي ما شايفين قدامكم. انا هنا خلطت البصل عشان يكون معاي ناعم، يعني زي ما شايفين قبل كان خشن هسه بقى ناعم، عشان هضيف له اللحمة والويكة. طيب دي العصيدة. خديت دقيق، أنا بعملها بدون مقادير صراحة، يعني خديت دقيق أبيض ما مخمر، وخديت دقيق بتاع ذرة، وخديت زبادي. طيب هنا أنا خديت البامية أو الويكة قصدي. زي ما شايفين هنا أنا بفرك الملاح عشان يبقى يتجانس كله مع بعض، يعني بالمفركة السودانية الخشب بتاعت حبوباتنا وأمهاتنا، الله يرحم اللي توفوا منهم ويطرح البركة في اللي لسه عايشين، يعني إن شاء الله، ويطول في عمرهم ويديم الصحة والسعادة والهناء وراحة البال يا رب العالمين. أنا بس كده هشغل لها النار شوي أعلى عشان الويكة طنجت، ما بتاخد وقت هي، لأنه خلاص زي ما شايفين أخذت الغوام اللي أنا عايزاه. بشوية كده ده وأقوم أطفيها خلاص، يكون الملح بتاعنا جاهز يعني.
كده خلاص. طيب الحمد لله رب العالمين، اهو خلصنا الملاح وبعمل لسه في العصيدة. طيب انا لسه بعمل في العصيدة زي ما شايفين. هي جربت طنجة دي يعني. كده خلاص العصيدة بتاعتي نقدت. هقوم اكبها في القوالب دي، في الكوارث الصغيرة دي زي ما شايفين هنا. طبعا هي لازم تتساب فترة لغاية ما تتماسك مع بعضها. طيب دي زي ما شايفين قدامنا العصيدة بتاعتنا بالملاح، ملاح التقلية. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب في الختام أتمنى لكم كل سعادة وهنا وراحة بال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.